أهلا بيكم وفيديو جديد وملخص جديد لأحداث الحلقة ال23 من مسلسل إيش إيش. بتبدأ أحداث الحلقة وبنشوف رجب الجريتلي وشادية بيرقصوا في فرح لبنى ومختار، وبعدها بنشوف إيش إيش وهي بتتفرج عليهم وباين لها إنها لسه ناويالهم على الانتقام. بعدها بنشوف رجب وهو بيصالح فرج ومختار وبيبقوا كلهم فرحانين وبيرقصوا، وبتكون إيش إيش بص عليهم وهي متضايقة وزعلانة علشان محققتش اللي جات علشان، وهو إنها تنتقم ليها هي وأمها، وبتبص هي وأختها صفاء على كل اللي بيحصل معاهم وإنهم معملوش حاجة وما انتقموش لأمهم، وبتحاول صفاء تهون على إيش وبيمشوا وبتاخدها صفاء وبتروح تشتريلها كفتة من على العربية، فبتقولها إيش إنها ملهاش نفس، فبترد عليها صفاء وبتقولها أنا مش عارفة انتي وديتينا هناك ليه، فبتقول إيش لصفاء إنها حاسة إنها شكلها دخلت في حياتهم علشان تصلحها مش علشان تنتقم، وإن مختار بقى في حضن رجب ورجب بقى في حضن فرج، يعني لو حكينا لحد الحكاية هنقول إن البنت دي داسوا على أمها زمان وداسوا عليها دلوقتي وعاشوا في تبات ونبات. بتقولها صفاء ريحي نفسك علشان الحكاية مش هتتحكي، علشان حكاوي الغلابة ما بتهمش حد، وتعرفي يا شش ان اكتر حاجة غيظاني هي الراجل الاقرع اللي عمال يرقص ولا كأن في حاجة. فبتقولها يا شش وانتي يعني كنت عايزاه يعمل ايه؟ حط نفسك مكانه. فجأة لقى رقاصة بتخبط على باب بيته وبتقوله حواديت وبتقوله كلام شعر، انت كبرنا وانت حبيبنا وانت قوتنا، لحد لما اتدلق واتجوز، ولما اتجوز ما شفتش منه حاجة وحشة ولا عمره قال لي كلمة تضايقني، كان طيب قوي يا صفاء. ده مرة قال لي انا عايزك ترقصيلي يا إيش، قلت له انت بتطلب مني اكتر حاجة انا بكرهها، قال لي خلاص مش عايزك تعملي حاجة ما بتحبهاش. وفي الاخر رحت اقوله انا حامل من الواد اللي ربيته وعاملته زي ابنك، انا لو مكانه كنت سحبت سكينة وضربتها فيا. لا ده كمان يا بنت يا صفاء سألني طب ايه اللي يرضيكي، قلت له امشي، راح برضو عمل لي اللي يريحني. فبتسألها صفاء وانتي حبتيه يا إيش، بتقولها إيش ايه اللي انتي بتقوليه ده يا صفاء، بتقولها ايه اللي انا بقوله، انتي مش شايفة نفسك بتتكلمي ازاي عنه. فبتقولها ايش يا بنت لا انا بتكلم عنه كده لانه راجل عشت معاه وعشرته. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف شادية بتقلع لرجب الجاكيت وبتقوله كنت زي القمر النهاردة يا رجب في الفرح، بيرد عليها رجب وبيقولها اتجنبيني يا شادية علشان انا مش طايقك. بتسأله شادية وبتقوله وانت بتعمل ليه معايا كده يا رجب، انا عارفة اني طماعة وما كنتش بشوف الحاجات الحلوة اللي كنت بتعملها معايا، وتعرف ان جواز لبنى ومختار مصلحة كمان طمع، بس خلاص بعد ما فكرت لقيت حاجة بتقولي يا بنت انتي هتعيشي قد اللي عشتيه وخلاص يا رجب، والله انا من دلوقتي مش هخبي عليك اي حاجة تاني ابدا، وسامحني علشان خاطري وهتغير يا رجب. بيرد عليها رجب وبيقولها لما نشوف، بس الدنيا علمتني ان اللي بيحمض ما بيتصلحش. فبيسألها هو انت اللي سقطت ايش، فبتقوله والله العظيم ما انا. بعدها بتسأله شادية وبتقوله هو انت حبيت ايش يا رجب، فبيبص لها رجب وهو عايز يبكي وما بيبقاش عارف يقول ايه، لكن بتبصله شادية وبتعرف اللي هو مش قادر يقوله وبتفهمه من نظرة. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف ايش وهي قاعدة وبتشكي لعمها حسن وبتحاول توصله اللي حاساه تجاه رجب، وبتقوله انها كان معاها واحدة صاحبتها اسمها كوثر وكانت في مدرسة اعدادي للبنات، وكان قصادهم مدرسة صبيان كانوا بيعكسوهم هم وخارجين من المدرسة، وكان في ولد شايف نفسه حبتين اسمه طلعت الفوشي ابن الفوشي بتاع الأحذية. طلعت ده كان معاه عربية كان بيقف بيها قدام سور المدرسة وكان كل البنات بتريل عليه، وفي مرة حاول يعكسني بس ما جتش معاه سكة، قام داخل على البت كوثر قالت لنا انها تشتغلوا علشان تضحك كل البنات عليه، وقعدت تكلمه وتقابله بس الموضوع قلب جد، وبدل ما تضحك البنات عليه الحب هو اللي ضحك عليها ووقعت في غرام الواد وما بقتش قادرة تستغنى عنه. فبيسألها عم حسن وبيقولها عندي سؤال، الواد ده ابن الفوشي بتاع الأحذية اللي حبته صاحبتك كوثر ده كان تاجر مخدرات؟ فبتبصله يشش وبتبقى مش عارفة ترد، وبيسألها عم حسن وبيقولها ما بتردش ليه، بتقوله يشش علشان ما عنديش رد. بيقولها عم حسن يبقى احمد ربنا على ان الحكاية خلصت على كده وانك اتطلقتي من الراجل ده وانه ما عملكيش حاجة بعد كل اللي عرفه، وانه كان من الممكن يشش انك تطلعي خسرانة اكتر من كده بكتير. بترد عليه يشش وبتقوله اخسر ايه اكتر من قلبي يا عم حسن، انا سبت بيت الجريتلي بس شكلي نسيت قلبي هناك. بيحاول عم حسن يواسيها وبيقول لها
كل ما تفتكري كده قولي لنفسك ما ينفعش احب تاجر مخدرات يا ايش، هو ينفع البت القمر اللي اسمها ايش تتجوز راجل مخدرات؟ البت الطموحة اللي عايزة تشتغل في كول سنتر. وبيقدر عم حسن يهون عليها شوية. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف صفاء وتيسير بيروحوا يشتروا هدوم لصفاها عشان يجهزوها، وبتوريهم لبس عجبها وبيشوفوا ان تمنه غالي وبيقولوا لها تمنه مش فيه. بتقول لهم مش مهم، المهم ان اتجوز نصها. بقول لكم ايه صح يا جماعه؟ ايش قالت لي هاتي كل اللي نفسك فيه وانا هتصرف. فبيسالوها هتتصرف ازاي يعني، هي هتطبع فلوس؟ بتقول لهم انها قالت انها هتشتغل وهتركز على الشغل بس. وبتكمل صفاء كلامها وبتقول اقولك يما في مشكله كبيره بس وربنا لا تقولي انك مش هتقولي لايش يا اما هزعل منك. بتقولها اخلاص يا بنت قولي هو في مصيبه ولا ايه؟ بتقولها صفاء شكلها مصيبة، وهي ان ايش شكلها وقعت في حب رجب الجريتلي. فبتستغرب اخلاص وبتقولها هي اللي قالتلك يا بنت يا صفاء؟ بتقولها صفاء لا بس كل حاجة بتعملها بتقول دموعها عليه. بتقول ايش وقعت يما وقعة جامدة. بتقولها خالتها تيسير ان شاء الله تطلعي بهيمة وفهمت الحكاية غلط. بترد عليها صفاء وبتقولها لا يا خالتي المشكلة اني فهمتها صح. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف ايش داخلة قاعة مكرم شخاليل وشكلها هتبدأ شغل زي ما صفاء قالت. واول لما بتدخل بيقول لها مكرم ايه جاي عشان تضربيني تاني؟ بتقوله انت اللي جبت لنفسك الضرب المرة اللي فاتت يا مكرم. وبتقوله انها جاية عشان تشتغل وبيسألها ايه اللي خلاكي تغيري رأيك؟ بتقوله ايش علشان اتطلقت وعايزاك يا مكرم تكلم لي صاحب الكباريه وتسأله على شغل. عايزة ابدأ على طول من النهاردة. انا عايزة اعيش اختي صفاء وخالتي وامي عيشة الغنى وانقلهم لحتة تانية. فبيقولها مكرم هتقدري يا ايش ان شاء الله. فبيقولها مكرم انه خايف يكلم صاحب الشغل وتقولي انك مش هتشتغلي وتخسرين الراجل. بترد عليه ايش وبتقوله لا هوافق. بعدها بنشوف فاتن وهي بترن على ايش وبتفصل عليها ايش وبتحطها في الشنطة وبتطلع بعد ما مكرم بيقول لها روحي وهرن عليكي. وفي مشهد تاني بنشوف ايش واقفة مع فاتن وبتقول ايش لفاتن هاتي اللي عندك يا فاتن امك بعتاكي ليه؟ بتقولها فاتن لا والله محدش بعتني، انا واحدة اتظلمت ومش عايزاكي تتظلمي زيي. انا اسفة يا ايش علشان انا السبب في كل اللي حصل، علشان لما كنتش جبتك علشان تعلميني الرقص ما كانش حصل ده كله. فبتقولها ايش لا ملكيش ذنب ده النصيب. فبتقولها فاتن انا ما بقتش اركز في اللي بيحصل في العيلة دي وبقيت في حالي. بترد عليها ايش وبتقولها والله هين عليا اقولك انك تمشي وتسيب العيلة المعفنة دي في حالها بس يلا. بعدها بتطلع فاتن من الشنطة فلوس وبتقول لها ايش امسكي دول. فبتقولها ايش عيب عليكي يا فاتن شيلي فلوسك. بتشيل فاتن الفلوس وبتقول لها ايش انا عايزة اسألك سؤال، هو في امل اتعلم الرقص يجي مني يعني؟ بترد عليها ايش وبتقولها هو الانسان يا فاتن يعرف يعيش تحت المية اندر ووتر؟ وبيضحكوا هما الاتنين. وبعدها بنروح لمشهد تاني وبنشوف ايش داخلة البيت وبتقول لهم عملتوا ايه؟ بتقولها اخلاص ان صفاء ما بطلتش تشتري كأنها عمرها ما اشترت في حياتها قبل كده. فبتقول صفاء ما دي حقيقة وبيشكي نصها لإيشش من صفاء وبيقول لها قولي لاختك تبطل الحركات دي يا إيشش بدل ما أفسخ الخطوبة. بتسأله إيشش ليه في إيه؟ بيقول لها الصبح كنت بستحمى وطالع من الحمام صلبوطة لقيتها مستخبيالي تحت السرير بتقول لي إيه بخضك يا نصك. وبتضحك إيش وبعدها بتسأل عن مكان خالتها وبيقولوا لها إنها نايمة جوه. وبتدخل إيش علشان تقعد مع خالتها. بتسألها تيسير كنت فين يا بنت كل ده؟ فبتقولها إيش بقولك ايه يا خالتي هي أمي لما بنتها ماتت وفرج دفنها حد فيكم راح زار قبرها أو شافه؟ بتقولها خالتها لأ. وإيه حكايتك يا بنت مع الحوار ده؟ بتقولها ايش في ايه يا خالتي هي مش اللي ماتت دي تبقى اختي؟ يعني لازم اعرف هي ماتت امتى ومدفونة فين علشان اروح لها واقرا لها الفاتحة او اطلع عليها صدقة او حاجة. بتفتح بعدها صفاء الباب وبتقول لها شخليل عايزك يا ايش. بيقول لها شخليل لسه ما جهزتيش يا ايش مصر؟ بتقول ايش لصفاء طفحي شخليل 50 شاي يا صفاء لغاية ما اجهز. فبتسألها والدتها رايحة فين؟ بتقولها ايش هتعلم الشغل الجديد يما. وبتروح ايش عشان تجهز نفسها. وبنروح لمشهد تاني وبنشوف مختار وهو قاعد مع لبنى مراته وبتقوله لبنى تعرف اني ما بحبش اجي البيت ده خالص؟ فبيسألها مختار عن السبب فبتقوله بقعد اتخيل كم من النسوان اللي دخلت واللي خرجت كتير قوي مش كده؟ فبيقولها مختار
ييه كد ما مخك يجيب. بس انا اتجوزت مين في الاخر؟ اتجوزتك انتي، ولا انا بقول كلام مش صح؟ بتقوله بقولك ايه يا مختار، فكك من الكلام ده دلوقتي. هي حميدة تبقى امي؟ بيقولها مختار انا اعرف انها مش امك، بس امك مين معرفش. بعدها بنروح لمشهد تاني وبنشوف ايش قاعدة مع صاحب الكباريه وبتتفرج على الرقاصة الروسية، وبيقولها صاحب الكباريه اهي دي يا ايش الرقاصة الروسية اللي خربت الدنيا وخرب المكان دلوقتي. بس لما مكرم شخاليل وراني فيديوهاتك قلت هي دي اللي هيجي الناس ويسألوا عنها بالاسم. بتقوله ايش ما بقتش فاهمة موضة الرقصات، بقينا نستورد رقصات في بلد سامية جمال وتحية كاريوكي والبلد اللي جابت ايش. وبعدها بيتفقوا على الفلوس اللي هتقبضها ايش في الشهر، فبيقول لها صاحب الكباريه 8000 جنيه. فبتقوله ايش وبتكلمه لغاية ما بسهولة بتخليه يديها 30 ألف في الشهر. وبعدها بنشوف ايش وهي زعلانة لانها رجعت للرقص تاني. وبنشوف بعدها بوشكاش وهو في الكباريه وهو بيتكلم مع مراته تيسير وبيقول لها فكك من الفقر واختك وعيال اختك وتعالي اقعدي معايا. فبتقوله تيسير لا، وبتسيبه وبتمشي. وبنروح بعدها لمشهد تاني وبنشوف فرج بيضحك وبيقول انا كده واخويا رجب من احنا وصغيرين نتصالح يوم ونتخاصم يوم، وكل ده علشان ننشط الدورة الدموية. وبيقعد يضحك فرج مع اللي قاعد معاهم وبيقول لهم انهم قبل كده راحوا عشان يسرقوا محل واحد صاحبهم وهما بيسرقوا واتخانقوا جوه المحل. وبيقول فرج لرجب فاكر يا رجب؟ ورجب بيبقى سرحان وبيفكر في ايش وفرقها. وبيقوله فرج للمرة التانية فاكر يا رجب؟ فبيبصله رجب وبيقوله فاكر ايه؟ بيقوله فرج انت ليه مش معانا؟ بيقوله رجب انا معاكم. وبيكون باين على رجب قوي انه ما كانش بركز معاهم وانه بيفكر في ايش. وبنروح بعدها المشهد تاني وبنشوف لبنى وهي في السجل وبتعرف ان ابوها فرج كان متجوز 2 وهم خلاص فكر السيد وحميدة سيد مصطفى. وبيطبع لها الراجل الورقة وبترن بعدها على مكرم شخاليل وبتسأله عن اسم إخلاص كابوريا كامل، فبيقول لها إخلاص فكري. فبتصدم بعدها لبنى وبتتأكد إن إخلاص كابوريا هتبقى أمها. وبنروح بعدها لإيش وبنلاقيها نايمة وفي حد بيرن عليها، ولما بترد بتلاقيه شخاليل وبيقول لها إنه حصلت حاجة غريبة، وهي إن لبنى اتصلت وسألته على اسم إخلاص كابوريا بالكامل. فبتقوله إيش ماشي يا شخاليل اقفل انت. وبعدها ايش بتقعد تفكر وواضح انها عرفت ان لبنى تبقى اختها.